دي أحلى وأطرى حتة لحمة هتاكلها عند نيفا النجاحي اللي بقاله أكتر من 100 سنة في الغورية بيعمل نيفا. اللي ما يعرفش النيفا بقى فهي بتبقى عبارة عن لحم جديان أو خرفان صغير بيستوي في التنور عشان يطلع لك أحلى حتة لحمة تاكلها. أخدنا طبق مشكل وده بيبقى فيه سجق وكبدة وكلاوي ومخاصي، ومعاهم ربع لحمة صافي وربع لحمة بالعظم. وأهم حاجة طبعا في الأكلة دي طبق البهاريز والويسكي. السجق كان عالمي، طعم السجق الطبيعي من غير أي تتبيلة. الكبدة كانت حلوة بس كانت محتاجة بهارات شوية، إلا لو كنت بتحب طعم الكبدة السادة. الكلاوي والمخاصي طعمهم جبار وما فيهمش أي زفارة، ودي أحلى حاجة فيهم. نكسر بقى بشوية ويسكي وتاخد شوية بهاريز مع الطحينة وتعملهم سندوتش جمدان. أنا عايز أقول لكم إن العيش بيتعمل لهم مخصوص، رغيف عيش فعليا بيكمل الوجبة. اللحمة بقى ممكن تطلبها مشكلة أو تطلب حتة معينة من الرقبة أو الكتف أو الفخذ زي ما أنت حابب. في الآخر هتاكل حتة لحمة زي ما الكتاب بيقول، ودي أحلى بداية للسنة الجديدة. خدوا بالكم إن هم دايما بيكونوا أجازة يوم الحد وبيعملوا الأكل يوم بيومه، فبيخلصوا الساعة 7، فحاولوا تروحوا بدري. اعمل منشن بقى لصاحبك اللي هيعزمك على الطلعة دي واكتبوا لي جربتوا نيفا النجاحي ولا لسه.